انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات. بتحب تسمع الأغاني وتشوف المسلسلات والأفلام اللي بتعبر عنك وتدخلك في المود؟ تعالوا نسمعها ونشوفها بس بشكل تاني. معايا أنا فهيمة أنس في برنامج بشكل تاني على تسعينات اف ام. بشكل تاني مع فهيمة أنس، كل يوم اثنين الساعة 6 على تسعينات اف ام. يا مساء الفل على كل اللي بيسمعونا على تسعينات اف ام. معاكم فهيمة أنس بشكل تاني. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا، تقريبا مفيش حد مننا على مدار عمره ما تأثرش بيه أو ممرش عليه، وطبعا هنعرضه من خلال الأعمال الفنية اللي بنقدمها كل مرة على حسب الموضوع. طبعا عايزين تعرفوا ايه هو بقى الموضوع أصلا، هنعرفه مع بعض بعد الفاصل. روحوا في كل حتة بس واحنا معاكم على تسعينات اف ام. ورجعنا لكم بعد الفاصل. وطبعا ليا دنيا الواحد بيقرب من ناس بيعاه، ليا دنيا الواحد يتغرب عن ناس شرياه. فكرة العلاقات التوكسيك، المصطلح ده دلوقتي بقينا بنسمعه كتير. كل شوية حد نلاقي حد بيقولك ده انت توكسيك، ده انت توكسيك. بقينا في موقف تكاسك تقريبا من كتر ما بنسمع الجملة دي. طب هل المصطلح ده أو العلاقات المؤذية عموما يعني مش موجودة من زمان واحنا مثلا اللي استحدثناها دلوقتي، ولا ايه الموضوع؟ هي الفكرة برضو ان الأغنية دي تقريبا المعنى الحرفي للعلاقات التوكسيك. فكرة ان احنا نقرب لناس اصلا احنا مش في دماغهم، لمجرد بس ان احنا اللي عايزين نبقى معاهم وخلاص. وهم رد فعلهم ايه ولا الهوى، يعني اللي هو لازم اروح للي بيأذيني واطنش اللي عاوزني. حاجة غريبة بصراحة. هي فكرة ان يعني حتى لو عكسنا بقى يعني ان احنا يعني طول الوقت شغالين في حتة ان احنا عمالين بنهرب. عارف فكرة ان انت طول الوقت عمال تهرب من حد عايزك، اللي هو طب لو طنشنا هو ده اللي هنروح له بعد كده ولا هيبقى ايه الموضوع؟ برضو فكرة الأذى عموما مش عارفة أفسرها قوي أو مش عارفة أفهمها قوي. فكرة إنك ممكن تأذي حد لمجرد إنك ضامنه، يعني فكرة إن أنا ضامن البني آدم ده في حياتي فخلاص بقى أذيه براحتي. يعني عارف اللي هو بقى حق مستباح بالنسبة لي، يعني اللي هو ده موجود مش هيروح في حتة، يعني هيفضل موجود معايا فأذي بقى فيه براحتي، مش عارف ايه بتاع الكلام ده، وادور على ناس تانية جديدة. بس هي الفكرة ان كما تدين تدان، يعني زي ما انا بأذي حد لمجرد ان هو حاببني وانا فرحانة بقى بفكرة ان هو حاببني وانا مطنشة ورايحة لحد تاني دي، هيترد لي الأذى زي ما بأذي هتأذي. طيب هي فكرة أصلا العلاقات التوكسيك دي احنا اللي استحدثناها دلوقتي ولا هي موجودة من زمان؟ لا، موجودة من زمان طبعا، ويمكن من قديم الأزل، بس هي الفكرة إنها دلوقتي بقت متبروزة قوي. يمكن لأن الوعي زاد أو حاجة. برضو فكرة إن إحنا طول الوقت بنتأثر قوي بالحاجات اللي بتتعرض لنا في الأغاني وفي الدراما ودلوقتي طبعا السوشيال ميديا واخدة وقتنا كله تقريبا يعني. فالمصطلحات دي دايما هنصادف فيها، هنشوفها. فكرة ان انت وعلى فكرة العلاقات التوكسيك مش بس مش مشترطة فكرة ان انت يبقى علاقة حب بس راجل وست او كده، لا ده ممكن تبقى في العلاقات الانسانية عموما، يعني مش راجل وست بس، لا ممكن يبقى بين صداقة يعني بين الاصدقاء وبعضهم، يبقى ممكن يبقى بين الاخوات، ممكن يبقى بين أقرب الأقربين زي ما بيقولوا، إن حد يأذي، وممكن يبقى بيأذي وهو مش واخد باله، يعني هو مش واخد باله إن هو مؤذي أو إن هو بيأذي الشخص اللي قدامه. يعني هتقولوا لي إزاي هو حد ممكن يأذي حد قريب منه؟ هو ممكن يأذي قريب منه. تخيلوا إنه ممكن أم أو أب أو أخ أو كده يأذوا أقرب ناس ليهم وهم مش عارفين أصلا. ده ممكن يأذوا نفسهم وهم مش عارفين برضو. هي فكرة ان انت طول الوقت تبقى مفكر في يعني عارف اللي هو كأننا عايزين بقى ايه،
نبقى ماشيين طول الوقت واحنا حاطين حوالينا زي كفر كده حماية طول الوقت، اللي هو انا خايفة اتأذي. لا، من كتر ما بقينا الكلمة يا عيني بقت هس حوالينا، عمالين نسمعها في كل حتة وبنشوفها في كل حتة. برضو استوقفني مسلسل او سهرة تلفزيونية يعني جميلة جدا، اللي هي الأم المثالية، بتتكلم عن الأم المثالية. كانت هدى سلطان، الست رؤية. الست رؤية دي كانت ست بسيطة جدا، اتجوزت صغيرة في السن، ولما اتجوزت جوزها توفى بعد شوية، بعد ما خلفت بنتين وولد اتوفى وهي في سن صغيرة، وما كانش عندهم أي عائد مادي يعني أو حد يصرف عليهم. فاضطرت إن هي تشتغل، فنزلت واشتغلت دادة في مدرسة. ولما اشتغلت، والمهم ان هي كان طول الوقت يعني مسيطر عليها فكرة ان هي عايزة تخلي عيالها او ولادها ان هم ياخدوا احسن شهادات ويتعلموا، لان هي كانت مأثر عليها فكرة ان هي اتحرمت من التعليم، طلعوها من المدرسة بدري يعني، خرجوها من المدرسة وجوزوها. فطول الوقت مسيطر عليها فكرة ان هي عايزة تعلم ولادها، وطبعا ده شيء جميل جدا فيها. ففعلا خلتهم كلهم دخلوا جامعات كويسة، وفضلت معاهم لغاية يعني القصة بتدور حوالين الموضوع ده، ان هي كافحت كتير جدا عقبال ما خلتهم ان هم كلهم يبقوا في جامعات محترمة ويبقوا شخصيات مرموقة وكده. بس هي الفكرة بقى تيجي طبعا في الأحداث بقى اللي بتحصل لها. أول حاجة بنتها الكبيرة دي بعد ما اتخرجت من كلية آداب وكده، المفروض في حد زميلها كان عايز يتجوزها وكده. فأول ما عرف إنها يعني طبعا طول ما عرفته بيها بيستغلها، بيخليها تترجم له مراجع وتعمل له شغل، ويقولها لا انت اصلا، تقول له انا عايزه اشتغل، فيقولها لا انت المفروض ما تشتغليش، انت ازاي تشتغلي اصلا، لا انا عايزك تبقي متفرغه لي ما اعرفش ايه بتاع. قالت له لا ماما حابه قوي فكره ان احنا كلنا لازم نبقى بنشتغل ومعتمدين على نفسنا وكده. وطبعا هي كانت مخبيه عليه ظروفها العائليه، يعني مش قايله له على ايه مستواها المادي او مثلا مامتها بتشتغل ايه او كده. وكانت خايفه تقول له، فاختها قالت لها لازم تبقي صريحه معاه وتقولي له، فحتى لو هتضطري تكتبي له جواب، يعني مش لازم لو انت خايفه تواجهيه كده وجها لوجه، اكتبي له جواب. فكتبت له جواب وقالت له ان هي ايه على الظروف بتاعتها 1 2 3. المهم يعني لو انت تقبلت كده كلمني بقى او تعالى ده العنوان او كده. فطبعا ولا كلمها ولا راح ولا اي حاجه خالص، اللي هو كانه تنصل منها خالص لمجرد ان هو عارف الوضع الاجتماعي بتاعها. برغم ان هو كان بيبين لها ان هو حاببها، بس هو في الاساس بيستغلها مش حاببها. كمان برضو الأخت التانية أو بنتها التانية دي كانت بقى حد واضح مع نفسه جدا، نزلت اشتغلت في مكان وإلى حد ما يعني كانت هي مهتمية بشكلها وكل حاجة، بس في نفس الوقت كانت صريحة مع نفسها وصريحة مع اللي حواليها في ان هي تبقى فخورة بوالدتها او بالمهنة اللي بتمتهنها والدتها. الأخ بقى الصغير، وده اللي هنعرفه بعد الفاصل. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل. كنا بنتكلم عن العلاقات المؤذية، وكنا مستخدمين نموذج من الدراما. الست رؤية دي كانت ست اللي هي بتجسدها هدى سلطان، كان دي سهرة تلفزيونية عن الأم المثالية والأم المضحية. وكأن فكرة الترسيخ برضو ان احنا طول الوقت لازم يعني بنجسد الأمهات لازم يبقوا مثاليين، او يبقوا فكرة ان الأم لازم تضحي طول الوقت عشان تبقى كويسة، او عشان او ما تفهمش بقى ده كان اسطمبة او موروث كده بيتوارثوا الاجيال او الامهات بيورثوه لبعض او ايه، مش ما تبقاش فاهم فكرة ان الام لازم تضحي وتتنازل كتير قوي. وبرضه في فرق بين ان انا اضحي وابقى معطاءة وكده والافراط نفسه، فكرة ان انا ابقى عندي افراط في العطاء طول الوقت، انا
بدي ولادي من غير حساب. حتى ابنها اللي احنا كنا بنتكلم قبل الفصل، اتكلمنا عن بناتها طبعا شقوا طريقهم كده زي ما بيقولوا، وعندهم برضو من تحمل المسؤولية قدر كبير بصراحة عن الولد، مع ان المفروض كان العكس يحصل. يعني طول الوقت مامته بتقول له انت راجل البيت، انت مش عارف ايه، بس بصراحة هي اللي ساعدت وعملت فيه كده. هو شخصية أنانية جدا، مش شايف غير نفسه، وهي ظلمته وظلمت نفسها وظلمت اخواته لما عملت افراط جامد جدا في فكرة ان هو يتدلع زيادة عن اللزوم، بيصرف من غير حساب. حتى لما كانت تيجي تقوله فيقول لها لا، ما انا لازم اصرف، ما انا لازم اعمل، ما انا طيب يا ابني انت دلوقتي راجل البيت زي ما بيقولوا. يعني قدر من المسؤولية كده ان انت تتحمل وتشوف والدتك دي تعبت قد ايه وكده، وتحاول تساعدها. وخصوصا ان هو كان خلاص يعني دي اخر سنة ليه في الجامعة، فالمفروض بقى يعني خلاص هيتخرج ويشتغل وفعلا هو كان بيتدرب. كانت ليه صديقته في الجامعة من مستوى مادي مرتفع جدا، وهو طبعا كان بيكذب ومش قايل المستوى بتاعه هو كمان برضو. فكان بيستغل زميلته دي في انها هتشغله عند باباها بعد ما يتخرج. كمان انها يعني بيستغل فكرة ان هي ممكن تبقى معجبة بيه او بتحبه، بتجيب له هدايا غالية جدا، وفرحان بنفسه بقى، وبيوري لاخته كمان ايه، شوفي جابت لي ايه، وشوفي مش الستات بقى هتموت نفسها عليا يا بنتي وما اعرفش ايه. وكأن يعني اللي هو حتى اخته بتقول له طيب يعني انت كده هو انت ما بتحبهاش وانت كده بتخدعها، انت مش قايل لها حقيقتك مثلا. يقول لها لا، ده باباها هو اللي هينقلني نقلة تانية، مش عارف ايه، لغاية لما بقى حصلت نتيجة التربية الأنانية اللي الولد ده تربى بيها، لأن هي مامته طول الوقت بتزرع فيه فكرة ان هو شيء جميل ان انت تزرعي فيه فكرة انت راجل البيت وانت مسؤول وكده، بس بصراحة انت ما اديتلوش اي فرصة او ما عودتهوش ان هو يبقى مسؤول ومتحمل المسؤولية. كان اللي عمل شخصية مجدي الفنان ممدوح عبد العليم، وبصراحة يعني خلانا كده يمكن كرهنا الشخصية شوية أو بتاع. لكن لو بصينا يعني بالراحة كده هنلاقي ان هو لحد ما برضو ما كانش جاني 100%. يعني هو الست والدته ساعدت معاه في الحكاية دي شوية، في انها كانت طول الوقت حلو ان الام تخاف على زعل ولادها وكده، لكن فكرة ان انا يعني انا بخاف على زعل ولادي وعايزاهم وعايزه احقق لهم كل الحاجات اللي نفسهم فيها، بس مش ما يبقاش على حساب نفسي وما يبقاش على حساب اخواته التانيين، ان هو طول الوقت عمال يتحكم من غير ما يبقى بيقدم حاجة، من غير يعني حاجة فعلية ان هو يورينا اي حاجة كده خطوة ان هو فعلا راجل البيت وان هو بني ادم يعتمد عليه. لا، ده حتى يوم ما واجهتهم مشكلة بدل ما يتصرف اول حاجة عملها ان هو ساب لهم البيت ومشي، وخلى مامته تقعد تدور عليه كأنها بتدور على طفل صغير في الشوارع. ده كله حصل ليه؟ لأن إدارة المدرسة قالوا إن هما هيكرموا الست رؤية دي أم مثالية عن الحي، واتكرمت فعلا في المدرسة، وقالوا لا، ده هيصعدوا الموضوع بقى أكتر إنها تبقى أم مثالية على مستوى الجمهورية. فهو عرف، فزعل جدا، وازاي اصلا انت كده. فيقول لها لا، احنا كفايه ان احنا عارفين ان انت ام مثاليه، احنا مش لازم نقول للناس ان انت ام مثاليه. يعني كسر فرحتها وكسر فرحه اخواته بانه هو كمان عمل. بيقول لهم لما مامته بتقول له ده هيكرموني، بس تعالى، ده كان بيسجلوا معاها في الراديو، تعالى اتكلم، يعني قول كلمتين مثلا هيسالوك، فتعالى اتكلم، ده انا عمال اصلا قبل انت ما تدخل كنت عمال اشكر فيك
فيك واقول لهم ان انت كافحت وذاكرت وتعبت وتعالى اكلمهم على ازاي حصل الحاجات اللي احنا تحملناها وعانيناها لما ابوك توفى، وان احنا ما كانش عندنا عائل يعني اللي هو كأنها فرحانة برضو بنفسها بالحاجات اللي هي قدرت تحققها معاهم. فطبعا هو صدمها، فقال لها انتي متخيلة ان انا ابقى فرحان ان احنا هنتفضح؟ يعني كل الناس بقى كده هتعرف انتي بتشتغلي ايه. يعني فكرة ان هو برضو يعني بيستعر او بيستقل المهنة اللي والدته اشتغلتها. انا برضو دي مش هقدر الوم عليه 100% فيها، لان اغلب هو طبعا يعني كلنا الكلاشيه بقى ان احنا هنقول لا ده المفروض يفتخر بيها ويحطها تاج على راسه، وهو ده صح فعلا لان هي امه بقى ايا كانت هي بتعمل ايه. بس هي الفكرة ان كمان المجتمع يعني المجتمع بالدراما بالحاجات بروزت قوي فكرة ان احنا يبقى الشخص طول الوقت اللي هو بيمتهن مهنة ممكن ما تكونش عالية جدا في المجتمع او حاجة، بتتعامل معاها كده باستهانة. بصراحة ما اعرفش ليه. يعني هل ده برضو موروث احنا بنتوارثه وخلاص؟ يعني اللي هو اي مهنة ممكن، طبعا كل المهن تحترم يعني طالما مش ضد القانون وما فيهاش حاجة مؤذية لحد. لكن برضو فكرة الأنانية كانت مسيطرة جدا على شخصية مجدي. ولما اتواجهت لما حصل فكرة ان هم لازم يرشحوا مامته وكده، فقالت له طب خلاص ما تزعلش انا هتنازل. وفعلا طلبت من إدارة المدرسة، قالت لهم لا ما تخلونيش، انا مش خلاص انا مش هروح ومش انا بتنازل لأي حد ممكن يستحقها اكتر مني. ده طبعا عشان ترضي مجدي رضي؟ لا طبعا مرضيش لان بناتها راحوا من وراها وقالوا لا لازم امنا تتكرم، واحنا مش سامحين فكرة ان حد يتنازل او انها تتنازل، لا احنا عايزين نفتخر بيها ونكرمها. وراحوا قالوا لإدارة المدرسة احنا هنوافق بالنيابة عنها ان احنا عايزين التكريم يتم. ففعلا اتفاجئ بقى هو ان صورتها نزلت في الجرايد والتكريم هيتم، فساب لها البيت ومشي. فهم وبناتها بيحاولوا يقنعوها بقى تعالي انزلي، ده احنا خلاص التصوير بتاع الحفلة والاحتفالية دي خلاص هيبقى موجود ويلا ومش عارف ايه. قالت لهم لا لازم اطمن على مجدي الاول. فبتروح على اساس بتسأل عليه عند اصحابه، تفضل تلف بقى في الشوارع لغاية لما بتعرف توصله، بس خلاص بيبقى ساعتها الوقت عدى، وهو بيبقى سمع في الراديو في الاذاعات اللي حوالين اللي عند الجيران وكده انه خلاص بيندهوا على اسم والدته. وفي الاخر بيقول لها اسف. طيب هي اسف دي هتعمل ايه في الاخر؟ هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني. ورجعنا لكم بعد الفاصل. كنا بنتكلم عن العلاقات المؤذية، بس انا شايفة دلوقتي ان اي اختيار غلط بنختاره، احنا دايما طبعا لما بنغلط بنلوم نفسنا جدا على الاختيار ده. اي اختيار غلط بنختاره ما بشوفوش غلط، بالعكس دي تجربة ودرس بنتعلم منه، سواء في علاقة حب او صداقة او اي علاقة انسانية. حتى العلاقات التوكسيك بنتعلم منها الصفات اللي ما نكررهاش في الاختيار الجاي، ونبص لنفسنا لو فينا الصفات دي نحاول نعدلها عشان ما نأذيش نفسنا ولا نأذي غيرنا. بعض العلاقات السامة دي انت ما بتعرفهاش اصلا الا بعد ما اول ما بتتقطع عن العلاقة السامة دي تبتدي بقى تحس بنفسك كده، بتلاقي ايه صحتك اتحسنت، نفسيتك اتعدلت، سعادتك زادت. كمان بعضها اول ما بتخرج منها كده صحيح بتبقى محبط ومتضايق، بس لو عرفت تقيمها صح وتشوف راحتك قبل وبعد هتعرف ان ربنا نجاك. كنت معاكم فهيمة أنس بشكل تاني على تسعينات FM.